ليش إدارة ريال مدريد ما عم بتقل كارلو أنشيلوتي من منصبه برغم الخسارات الكثيرة آخر فترة، برغم الأداء السيء اللي كان عم بيقدمه الفريق آخر فترة؟ أنا راح أعطيك مثال بسيط عن اللي عم بيصير حاليا داخل إدارة ريال مدريد. تخيل معي إنه أنت عندك مصنع كثير كبير، وداخل هذا المصنع عندك مكانات شغالة بكفاءة جدا عالية، مكانات شغالة بشكل متوسط، ومكانات يا دوب قدرانة إنه تشغل حالها. رحت جبت مدير جديد على هذا المصنع وقلت له لك يا حبيب القلب، أنا هاي المكانات المتوفرة عندي بدي إياك تشتغل وتنتج فيها وما راح أجيب لك مكانات غيرها. فهالمدير فعلا ما كذب خبر، راح وصار يشتغل بالمكانات اللي متوفره عنده، وصار ينتج لك ويطلع لك مدخول جدا حلو. انت اكيد حتكون مبسوط، وطبعا ما راح تدفع على مكانات جديده. تماما هذا اللي عم بصير داخل اداره ريال مدريد. لما جابوا انشيلوتي حكوا له انه ما راح نجيب لك والله الصفقات اللي انت بتحلم فيها بالموسم، صفقه او صفقتين بالكثير، وانت لازم تمشي الوضع. وفعلا انشيلوتي ما كذب خبر، الموسم الماضي كان خير دليل على كلامي. انشيلوتي ابدع وجاب لك بطولات كثير حلوه. فعليا اي حدا مكان اداره ريال مدريد راح يقول لك اذا اللاعبين والمدرب قادرين يجيبوا بطولات، انا ليش حتى ادفع مصاري وجيب مدرب جديد وجيب لاعبين جديد؟ اذا اللي عندي ماشيين